بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء في كل مكان، نحييكم ولقاء جديد دائما مع برنامجكم ابطال على الهواء. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بنقول لكل الرياضيين اللي كانوا طبعا معيدين عيد طبعا الاضحى الجميل اللي كله يمكن اوزانهم زادوا، وكلهم بنقول لهم بقى نبدا نتمرن تاني عشان نرجع للياقه والمرونه والقوه تاني اللي احنا تعودناها من كل لاعبتنا المتميزين اللي دايما بيحققوا انتصار وتالق في كل الالعاب الفرديه والجماعيه. من خلال 10 أيام استطاع المنتخب المصري تحت 19 سنة في كرة السلة أن يحقق إنجاز كبير ويحقق المركز الثاني، رغم طبعا المركز الأول كان بينا قريب قوي بينا وبين مالي، لكن طبعا مالي بيبقى فيه فرق طبعا في الأعمار بيدخلهم، ممكن المنتخب بيبقى فرق السن كبير، هم متعودين على كده، ولكن نجومنا وأبطالنا رغم فرق نقول الأجسام وفرق الأعمار الكبيرة اللي هي كانت بتبقى متسجلة، الحمد لله حققوا المركز الثاني وتأهلوا لبطولة العالم إن شاء الله اللي هتبقى السنة الجاية 2017 في إيطاليا. بنتمنى إن شاء الله زي ما حققوا هذا الإنجاز الكبير وحققوا يمكن طفرة كبيرة قوي في الباسكت بالنسبة للسيدات، نتمنى إن شاء الله يحققوا لنا مركز متألق في بطولة العالم. يسعدنا أن يكون معنا ومعكم من خلال برنامجنا النهاردة الكابتن علي هاشم، واحد من الأبطال في لعبة السلة، كان اسم كبير طبعا وما زال كان في النادي الاهلي هو لاعب، والحمد لله انتقل بكل ما لديه من امكانيات فنيه وابداعيه للتدريب للمنتخب 19 سنه اللي هو دايما بياخد بايديهم في كل مباراه وفي كل وقت، عشان في النهايه بنشوف الحمد لله نجاح وتالق. اهلا بك كابتن علي. اهلا وسهلا بحضرتك. وبطلتنا النهارده رضوى محمد، اصغر لاعبه في منتخب مصر والبلاي ميكر اللي صناعه الالعاب، رغم ان يمكن بنقول في كره السله اهم حاجه الطول، ولكن الفن والابداع بيبقى له وضع تاني، خصوصا صانع الالعاب لما يبقى موهوب بيبقى بيحرك الفرقه كلها، وده اللي ان شاء الله بنشوفه في رضوى اللي بنتمنى لها ان شاء الله يكون لها مستقبل واعد من خلال وجودها في المنتخب المصري. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك كابتن علي، واحنا بنقول لكم مبروك طبعا بالصعود لكاس العالم 2017. عايزين نعرف ازاي تم الاستعداد، وانا عارف ان كان بطوله قويه جدا رغم ان هي على ارض مصر والجمهور كان بيؤازر الفريق، ولكن طبعا 8 فرق افريقيه متمكنين قوي، انجولا ومالي ونيجيريا كلهم قويين، الحمد لله حققنا المركز الثاني. نعرف بقى ملامسات البطوله والحمد لله حققنا هذا المركز المتقدم. والله احنا اشتغلنا من قبل البطوله دي بسنه، يعني بدانا نشتغل من شهر 12. البطوله كانت في شهر 26/8، احنا اشتغلنا من شهر 12. كنا بناخد حوالي 10 ايام او اسبوع كل شهر لحد ما قفلنا معسكر من يوم 15/5 تمام لحد يوم البطوله. كنا الاول حوالي 35 لعيب، فضلنا ننزل 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 لحد ما في الاخر قبل البطوله كنا 12 لعيب. خدت الصفوه بقى بتاع اللعيبه اللي بتشتغل معاهم. بتشوف بطوله افريقيا بتعتبر هي زي ما بنقول هي الخط الاول للوصول الى العالميه، بتبقى قويه جدا، لان انا عارف ان افريقيا بقت متقدمه جدا في لعبه السله، خصوصا ان في منهم محترفين كتير قوي ومعظم البطولات العالميه هم بيشاركوا فيها. ده بيصعب شويه على ابنائنا على اساس ان احنا يمكن برضو الاجسام عندنا مش فارعه زيهم، لكن عامل الفن عندنا بيتفوق. العامل الفني طبعا بيبقى يعني احنا بنتميز يعني العامل الفني والذكاء، يعني هم طبعا بدنيا هم بالفطره هم اعلى من اي حد طبعا. بس احنا يعني احنا برضو بيبقى معمول لنا حساب، يعني احنا يعني منتخب مصر في المنتخب الكبير ومنتخب الناشئين بيبقى معمول له حساب طبعا، يعني احنا على طول 5 6 7 بطولات اللي فاتت البنات الاول لثاني الاول لثاني الاول لثاني. تمام. شايف ان احنا الحمد لله المستوى الراقي المتميز اللي احنا وصلنا له ده، عشان ما عادش فيه مجامله في اختيار المنتخب زي ما انا شايف، يمكن رضوى من نادي الغابه وكتير قوي من برضه بعاد عن النادي الاهلي والزمالك، ده سر النجاح فعلا؟ ولا دلوقتي انتوا بتشتغلوا فعلا بعين الخبير اللي افضل لاعب هو اللي بيخش المنتخب مش مهم ينتمي النادي ايه؟ لا، هو احنا طول عمرنا منتخب مصر يعني بالنسبه لي انا اشتغلت ده 5 منتخب اشتغلوا، عمر ما حد تدخل في اختيارات خالص. اهلي زمالك غابه ولا يعني ما ولا خد دي ولا ما تاخدش دي، احنا اللي شايفين واحنا اللي متحملين المسؤوليه واحنا اللي بنتحاسب في الاخر خالص، عمرها ما حصلت كده. بتشوف النهارده عشان المنتخب المصري في لعبه كره السله سيدات عشان المستوى يتقدم بصوره عاليه قوي، لازم عنصر الجمهور بيبقى بيدي دافع زي البطوله الاخيره اللي كانت على ارض مصر دي، فعلا بتدي حماس للاعب، ولا اللاعب لازم يلعب تحت اي ضغط عشان ما يلعبش بحماس عالي في بلده وبعد كده لما يطلع ما يلاقيش الهتافات دي فمستواه يقل؟ لا طبعا الجماهير دي يعني احنا كنا بالنسبه لنا الاوبشن رقم 1 اكيد طبعا. يعني لا طبعا يعني وقفوا معانا وقفه جامده جدا في البطوله، واحنا كنا محتاجين الدعم ده. ان احنا مرينا بظروف قبل البطوله اخر شهر كده
فكانت يعني احسن 3 لعيبه، واحده نادين السلعاوي جالها سكولرشيب في امريكا فسافرت، دي من احسن اللاعبات في مصر. ونادين ابو الفتوح احنا في معسكر صربيا ركبتها لفت رباط صليبي قبل البطوله ب 10 ايام. وقبل البطوله بيومين اسرار ماجد برضو من احسن لاعبات سبورتنج وبتاع، قطع في الغضروف، فثلاث خبطات قبل البطوله. بس طبعا محسودين طبعا. الحمد لله طبعا انا بشكرهم الناس اللي باقي الفرقه، يعني كانوا رجاله جدا جدا جدا، ويعني اي فرقه في سنهم ده تتهز طبعا. رجاله في الاداء لكن هم بنات جمال طبعا. جمال طبعا جمال. رضا، واحنا بنقول لك مبروك بصعودك طبعا لكاس العالم، اللي هو كاس بقى طبعا الشهره والنجوميه، وربنا يكرم كده ممكن يجي لك عقد احتراف كمان. بتشوفي لعيبه الباسكت النهارده ايه المطلوب منها عشان تبقى لاعيبه عالميه، وايه اللي ممكن تقدمه من خلال طبعا وجودها كاف المنتخب، وتبدا بدايه جديده خالص، مش مجرد حاجه روتينيه راحت المنتخب ورجعت وما استفادتش حاجه. اتمرن كويس، اواظب على التمرين، ابقى انا عاوزه. بس كام سنه في المنتخب دلوقتي؟ لا، اول سنه. اول سنه. لكن انت بقالك متهيألي يمكن 10 سنين بتلعبي سله. اه لعبه السله مش مهم زي ما بنقول دلوقتي، الطول ما عادش بيفرق، ولا لازم برضو طول مع نقول موهبه، لان الاثنين بيكملوا بعض؟ موهبه، ممكن موهبه بس مش لازم طول يعني. هو في ناس طويله بس يعني مش كويسه قوي. هو مش لازم طول. الموهبه دي اهم حاجه طبعا. لاعب البلاي ميكر هو اللي بيحرك الملعب كله، دي كلها بتيجي بقى من توجيهات المدرب زي الكابتن علي، هو اللي بيقول لك انت بتنفعي في المكان ده، ولا بتبقى امكانيات بشريه، انت بتشوفي نفسك عندك مرونه عاليه قوي، فهو الحمد لله قال لك يبقى انت البلاي ميكر بتاع الفريق؟ هو الاثنين. يعني الكابتن بيوجهني وانا ببقى في الملعب بوجه في الملعب معايا. لازم عشان الفرقه كلها زي ما بنقول كده نسيج واحد، بيبقى بينكم مثلا قبل طبعا كل مباراه بيبقى فيه معسكرات قريبين قوي من بعض عشان بيبقى فيه صداقه وحب، ولا كل مثلا فتره ما بتلموا على طول في المنتخب بيبقى على طول بتقابلوا بعض في الملعب بس؟ لا، في معسكرات عشان نقرب من بعض، عشان نعرف نتعامل مع بعض في الملعب، عشان يبقى في لينكات بينا كده يعني. افضل بطوله حققتيها انت في حياتك يا رضوى، باعتبارك ان انت طبعا حديثه في المنتخب، وبتشوفي ايه الفرق بين البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام في مصر؟ هل في فرق بينهم كبير، ولا احنا المستوى بتاعنا بقى راقي دلوقتي في المنتخب زي بالظبط زي ما بنقول كده الدوري العام في مصر بقى مستوى عالي؟ المنتخب لعب باسكت، يعني بنلعب باسكت كده، باسكت جامد، مش يعني مش اي حاجه بس. دايما بنشوف في افريقيا بقوا متميزين قوي في رمي الثلاثيه اللي هو الباسكت بثلاثه، احنا الحمد لله بقينا وصلنا برضه للمرحله دي ولا لسه؟ لا، وصلنا لهم، وفي ناس بتتقدم كمان اكتر. دي بتحتاج تمرين كتير خلف طبعا 9 متر، ولا تبقى ديت حاجه عند اللاعب موهبه يعني ربنا مديها له كده؟ لا، بتحتاج تمرين كتير. كل يوم على الاقل لازم انزل، لازم تشوط كتير عشان تبقى نسبتك عاليه. في حد في البيت عندكم بيلعب سله اكيد برضه، عشان كده انت دخلت المجال ده؟ اختك بس انت تفوقت عليه بقى مش في المنتخب هي؟ لا. دور كبير الاسره بتقدمه، باباك ومامتك النهارده بيشجعوك في الرياضه، ولا انت بتشوفي الحافز ده لازم يبقى جوه الانسان عشان يبقى هو بطل بالطبيعه؟ رقم 1 اكيد اهلي، رقم 2 انا من جوايا. في تمرينات اضافيه بتحاولي تلعبيها عشان يبقى في استطاله للعضله، وفي نقول شد للاطراف شويه يبقى في طول، ولا انت بتكتفي بالباسكت بس؟ لا، في ايه بقى، بتلعبي جيم ولا ايه؟ بنزل جيم، وفي بدني، وفي لازم تمارين كتير. بس دي كلها حاجات لازم بتبقى جنب طبعا لعبه الباسكت. بتوفقي بيه ازاي بقى في الدراسه، بين طبعا الدراسه وبين التمرين، لان طبعا بنشوف فتره الصيف بتختلف تماما عن الدراسه في الشتاء؟ بنظم وقتي. بروح مثلا مدرستي، ارجع انام، اصحى اذاكر، انزل التمرين، ارجع انام، لازم انظم وقتي بقى كويس مع الدراسه عشان التمارين. البلاي ميكر بيبقى كده قليل الكلام كتير اللعب ولا ايه؟ يعني شويه. برجع تاني للكابتن علي، وعايزين نعرف منك النهارده على اي اساس بيتم بقى اختيار لاعباتنا في المنتخب المصري؟ في حاجات اساسيه انت بتبقى حاططها باعتبارك مدرب كبير، وفي نفس الوقت بتشوف ايه اللاعب اللي هيفيده يعني هتستفيد منه، ولا دي كلها ما بتجيش الا من خلال المنتخب لما بتشوف بقى قدامك المجموعه كلها؟ انا زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا من شهر 12. بدانا نزلنا انا وكابتن هيثم المدير الفني. نزلنا من شهر 12، شفنا ماتشات 18 كلها. ايوه. المرحله السنيه، وماتشات بطوله المنطقه وبطوله الجمهوريه، ونفس الكلام الدرجه الاولى. فجمعنا حوالي كانوا 41 اسم. تمام. بدانا نشتغل لحد ما بيتم تصفيتهم لحد الاخر. بتشوف النهارده فعلا المدرب طبعا زي كده، المدرب الفاهم قبل اي مباراه لازم بيشوف الشرايط والسي دي بتاع اي فرقه هتلاعبها عشان تعرف نقاط الضعف والجوه،
ولا دي ممكن برضو تبقى سلاح ذو حدين، انت تتفرج بس مش مهم اللعيبه عشان ما يخافوش من المنافس بتاعهم؟ والله احنا البطوله دي بالذات يعني احنا ما هم ما اتفرجوش. يعني احنا كان عندنا داتا من قبل البطوله، يعني كان عندنا ماتشين لمالي، 3 ماتشات لتونس، انجولا جبنا شويه، الباقي كان بالنسبه لنا كان صعب اللي احنا نوصل. فبدانا نتفرج في البطوله، هم الفرقه ما اتفرجتش. يعني ما شوف يعني، كنا بنروح احنا بنقول لهم ايه اللي بيحصل كذا 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 كذا، ان هم طبعا يعني كان يعني احنا خدنا القرار انا وكابتن هيثم اللي هو مش هيتفرجوا. يعني ما يتفرج، بس هم طبعا بيتفرجوا في التلفزيون بعد كده. بيتفرجوا بعد كده، يعني بيتفرجوا في التلفزيون بعد بتشوف لاعب السله او لاعيبه السله لازم يبقى لها نقول حاله نفسيه قبل اي مباراه على اساس زي ما احنا بنقول ما بيتفرجوش، ولا دي برضو بتبقى راجعه لثقافه كل منتخب؟ في منتخب بيقول انا بحب قوي يبقى فيه طبيب نفساني يعني يريح معاكم طبعا، دي مهم جدا. معانا الدكتور احمد صلاح طبعا. ده مهم جدا دلوقتي. مهم جدا معانا. كابتن علي، النهارده عايزين نعرف هل فعلا اللعيبه بتاعنا ممكن يبقوا عالميين زي بتوع افريقيا، ولا برضو بنقول نقول الخامه او القماشه اللي عندك من خلال طبعا الاطوال دي بتبقى بتحد شويه من الوصول للعالم؟ لا احنا عندنا في 5 لعيبه بره مصر. انا عارف 5 لعيبه في امريكا. عندنا دينا رجب بقى لها 4 سنين، عندنا هاله لسه راجعه على مصطفى، والسنه دي سافرت نادين السلعاوي من شهر، وعندنا ريم موسى بره، عندنا 4 لعيبه. واعتقد هم بعد كاس العالم في 3 4 هيجي لهم حاجه. هيبقى في ان شاء الله استعداد كما يجب بقى في باذن الله معسكرات خارجيه قبل البطوله، ولا زي ما بنشوف كتير من المنتخبات بتكتفي قوي بعد اللي بنقول قبل البطوله باسبوعين 3 بس يلموا الفرقه لا احنا الاتحاد المصري الصراحه عمره ما كان يعني احنا يعني كله تمام. لا ما فيش الكلام ده. يعني بقول لك احنا من شهر بقى شغالين بقى لنا سنه. يعني احنا يعني انا بقى لسه فكرتني يعني بعد ماتش النهائي لسه الماتش يعني كان في تليفون بيني وبين كابتن محمد عبد المطلب. قال لي من بكره لازم تقعد انت وهيثم هتشوفوا هتعملوا ايه. قلت له من بكره يعني البطوله لسه خلصانه؟ قال لي من بكره وبتاع. فاحنا مستنيين عندنا اجتماع في خلال الاسبوع ده كده، فهنحط بقى البلان لحد شهر 6 هنشوف بالمسابقات هتمشي ازاي، هتخلص امتى الكلام ده ان شاء الله. يمكن في بطوله افريقيا الاخيره اللي بنتكلم عليها دلوقتي كنا شايفين يمكن الحمل العضلي على اللعيبه قوي جدا، ويمكن ما فيش وقت للراحه. ده بيحتاج ان انت طول السنه زي ما بتقول بتشتغل معاهم برضو، يبقى في تجهيز مباشر عشان اللاعب بيفرق بين التمرين وبين المباراه، لان لو ادى كل طاقته في التمرين بالتالي يبقى نازل عنده يمكن برضو ارهاق في المباراه الاساسيه. بص احنا معانا مدرب احمال الدكتور احمد ابراهيم، من اجمد مدربين الاحمال اللي انا ده ثالث منتخب اشتغل معاه. يعني انا وكابتن هيثم اول ما عرفناه اللي هو اللي معانا يعني ما تدخلناش في موضوع البدني ده تماما. يعني هو الصراحه ما شاء الله، احنا في اخر البطوله كنا بنتخانق مع يعني دكتور عايزين ننزل نشوط مثلا قبل الجيم، لا دكتور طب نص ما فيش. فخلاص احنا بنثق فيه وبتاع، فهو كان شايل الحته دي من اول يوم لحد اخر يوم في البطوله. تمام. كل يمكن المشاهدين اللي بيتابعونا دايما يمكن ده سؤال بيحبوا يعرفوه كتير منهم، بيقول لنا يا ريت طبعا احنا كل ما بنسمع او بنتفرج على منتخب بنبقى عندنا يمكن احساس غير عادي ان احنا نلعب ابنائنا او اولادنا لعبه السله، فبنحب ناخد نبذه كده صغيره. طبعا احنا عارفين ولكن المشاهدين اللي هم يمكن بيعرفوا اللعبه بس ما يعرفوش قوانينها، عدد اللعيبه اللي في الملعب، التحكيم بيبقى ازاي، فبندي صوره مبسطه كده عشان انت عايز قانون اللعبه. البطولات يعني هو الجيم او المباراه بيتسجل فيها 12 لعيب، تمام، 5 في الملعب وفي 7 بره. التغييرات حسب الرؤيه ممكن تغير في اي وقت. مفتوح يعني مفتوح في اي وقت. ممكن في ناس بتلعب 5 لعيبه 6 لعيبه 7 لعيبه، في ناس بتلعب بال 12 حسب الجيم سيتويشن الجيم اللي هو شايف مين اللي بيبدع في الملعب. الفاولات طبعا اللعيب اللي بيرتكب 5 فاول بيستبعد عن المباراه، غير بقى قوانين تاني كتير يعني هناخد فيها. دايما بتشوف ان اللاعب وهو بيلعب بيبقى عينه على المدرب زي ما بنشوف، بيبقى هو عشان يكاتشن معاه، ولا لازم بيركز قوي في الملعب وفي الخصم بتاعه عشان ما يبقاش مشتت رايه او مشتت نظره هيلعب، ولا يسمع للمدرب؟ لا طبعا لازم يبقى ودنه معانا طبعا. يعني احنا مش يعني ده اصل ده شغل يعني اكيد مش هيتشتت احنا يبقى احنا ما اشتغلناش. لا صح. فده شغل، فلازم يبقى ودنه معايا، بيتقال كذا هنعمل كذا، هنلعب دي كذا، هنرجع الديفنس ده كذا، الاوفنس هنعمل كذا. فلازم يبقى مركز، وبالذات البلاي ميكر يعني. كابتن علي، بتشوف برضو الوزن بيعمل عامل كبير في اللياقه والمرونه، عشان كده يبقى فيه غذاء. يا راجل بتضحك يعني. موضوع الوزن ده خد قصص معانا في مصر. غذاء لازم يكون
تكون ماشي بمقاييس علميه فعلا عشان طبعا. اللعيبه وزنها ما يزيدش فحركتها تقل. طبعا يعني هم كانوا بيتوزنوا كل 10 ايام. يعني انا عايز اقول لك كان في ناس هتطلع بره المنتخب عشان الوزن ده، هم عارفين يعني. ورضوى انا اسمع انها بتحب الاكل. يعني رضوى يعني شويه. رضوى دايما بنشوف لعيبه السله بيبقى لها طموح ولها رغبه كده توصل للعالميه. انت لسه في بدايه نقول مشوارك البطولي ان شاء الله، بتحلمي ايه وبتتمني بايه وشايفه عشان اللعيبه تبقى عالميه مطلوب منها تعمل ايه؟ كان نفسي العب ما منتخب. انت لسه الحمد لله الحمد لله لعيب. صغيره. نفسي انا نلعب كاس عالم ويجي لنا حاجه بره ان شاء الله. فكرة الاحتراف دي بتبقى لازم الأسرة مقتنعة جدا بالرياضة والثقافة الرياضية، عشان كتير قوي من البنات لما بيجي لهم احتراف وما بيكونش الأسرة فاهمة رياضة قوي تقول لا أنا بخاف عليكي ما بتروحش. أنت عندكم في البيت وضعكم إيه؟ لا انا اسرتي يعني كانت بتساعدني، كانت بتوصلني التمارين على طول، كانت تاخدني من الدرس للتمرين. ما كانتش بتعترض على اي حاجه في حوار الباسكت عامه. كانت بتساعدني جدا، كانت بتشجعني. فلولاهم يعني ما كنتش وصلت لهنا. الحمد لله. لعيبه السله زي ما الكابتن طبعا علي هاشم قال في ابطال فجاه قبل البطوله على طول بيحصل اصابات، لازم فعلا يبقى عنده نقول احساس ان اللي بيقوله المدرب هو ده الاساس في التنفيذ بالظبط، ما يشتغلش من دماغه. ولا ممكن في لعيب او لاعيبه بتقول لا الكابتن طبعا بيديني توجيهات ولكن انا بروح الجيم لوحدي عشان اعمل توقيات فيحصل له اصابه. لازم في اطاعه كامله للمدرب. انت بتتعاملي ازاي بقى في الموضوع ده؟ في المنتخب لا هو كابتن الاحمال عامه كنا معاه وقت التمرين، كنا بنشتغل معاه، وكابتن علي وكابتن هيثم ما كانوش بيتدخلوا خالص برضه في حوار البدني ده. بس البدني بتاعنا كان كويس يعني. بتشوفي لازم كل لاعب يبقى له مثل اعلى وقدوه كده عشان يبقى حاطه قدام هنا عايز يوصل له، ولا في واحد بيقول لك لا انا معتز بنفسي مش مهم يبقى ليا مثل، انا اللي ابقى عايز اكون كويس؟ انت بالنسبه لك ليكي مثل اعلى ولا رضوى هي قدامك بس؟ في بره ولا هنا؟ اللي يعجبك زي على الجانبين طبعا. عاصم مرعي هنا وبره ستيفن كاري. عاصم مرعي ده ولد احنا عايزين على المستوى السادس. عاصم مرعي فنان طبعا. لا هو ولاد مفيش. ما انا عارف لكن انت على المستوى البنات مفيش. لا انت بقى يبقى رضوى هي اللي تبقى مثل اعلى للجيل ده كله ان شاء الله. رضوى امنيتك ايه بقى اللي بتتمنيها ان شاء الله في لعبه السله عشان ان شاء الله يبقى ليكي اسم كبير وتكون بدايه افريقيا هي بدايه الانطلاق الى العالميه بجد، مش مجرد نروح ونيجي كده على الفاضي؟ نفسي يجي لي حاجه بره. بس والحاجه اللي بره دي بتيجي برضو ان الواحده تبذل مجهود. واحنا بنقول لك دايما يا رب ربنا يوفقك كده وامنياتك تتحقق ويكون عندك كده ايه يعني زي ما بنقول انطلاقه في الكلام زي ما انت انطلاقه في الملعب. انا عارف انت مكسوف. داخله انت ان شاء الله على ثانويه عامه بقى؟ لا لسه ثانيه. بتذاكري كويس؟ الحمد لله. لا لان لو ما ذاكرتيش كويس مامي وبابا يقول لك لا اقعدي بقى. بالظبط كده. هتعمل ايه؟ لازم نبقى ماشيين مع بعض. صح كده. كابتن علي دايما واحنا بيبقى في نهايه كل لقاء بيمر بسرعه مع الابطال المتميزين، ولكن احنا بنقول النهارده بتقول ايه لكل المنتخب اللي معاك عشان تفضلوا ماشيين بخطى ثابته كرساله بتقولها من خلال برنامجنا لكل طبعا المنتخب اللي هم شرفونا وحققوا تاني افريقيا، ونتمنى ان شاء الله يحققوا لنا يا رب يخشوا في زمره الخمسه كده في كاس العالم ان شاء الله. طبعا بشكرهم يعني المره المليون، يعني مره المليون بشكرهم. يعني انتوا يعني الصراحه يعني انا قلت لهم حتى انا من يومين كنت بتكلم مع بعضهم قلت لهم يعني ده انا خامس منتخب اشتغله بجد. الفرقه دي الجيل ده كويس. لا مش الجيل كمان، لا هم يتحملوا المسؤوليه فوق طاقتهم. يعني 3 اصابات الصراحه صعب جدا في توقيت قبل البطوله، يعني ما تاثروش. وقفوا واتفقوا اللي هم لا يعني البطوله زي ما كنا بيقولوا البطوله دي على رقبتنا يعني. تمام. يعني يمكن انا بشكرهم. قبل ما ندخل بقى على الهوا على طول كانت رضوى كده قالت لي اسال الكابتن علي هل المكافاه الحمد لله جاهزت ولا ايه؟ مفيش مكافاه في التاني الصراحه. مفيش مكافاه. يعني مش هيطلع لهم اي حاجه؟ هو كاس العالم ده بالنسبه لهم يعني مكافاه. هو المكافاه. هم لسه يعني انا رحت يعني الحمد لله ربنا كرم وكنت موجود السنه اللي فاتت في كاس العالم برضه 19 مع كابتن شريف عزمي كنا في روسيا. فكاس العالم لا الوضع مختلف خالص. اكيد. يعني ما فيش حتى عزومه كده من الكابتن علي اللي لا طبعا هم يمروا بس يعني كنا لسه بنتفق هنرتب يوم يعني ان شاء الله. كابتن علي بنقول لك مبروك وبالتوفيق ونتمنى ان شاء الله دي تكون الانطلاقه العالميه بجد ونشوف منتخب جديد بقى من خلال طبعا توجيهاتك ومن خلال وجودك معاهم وانت باختيارهم بدقه، ونشوف ان شاء الله نقول نتيجه مرضيه لكل المصريين اللي بيحبوا فعلا الانسات اللي يمكن تفوقوا على كتير قوي من الشباب
مش عايزين نقول كده عشان ما نبقاش منحازين يعني. فان شاء الله نتمنى منكم كتير في بطوله العالم. يا رب دعواتك ان شاء الله، دعواتك باذن الله باذن الله. شكرا يا رضوى، ونتمنى لك التوفيق بقى وتكوني بلاي ميكر كده زي مسيطر على الملعب كله ان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله. ربنا يخليك. مشاهدينا الاعزاء، زي ما شفنا مع بعض النهارده قد ايه ان هو احنا بنقدم كل منتخب مصر حقق انجاز وتالق على المستوى الافريقي وهينطلق الى العالميه. بنتمنى بنفس الاحساس ونفس القوه اللي بيعيشها المنتخب المصري في بطوله افريقيا على ارض مصر يلعب بنفس الاداء المميز والقوه في بطوله العالم، ما يخافش من الاسماء الكبيره اللي بيشوفها، والالعاب طبعا هي اللي بتحكم من خلال الارض والملعب، مش الخوف من اللاعب اللي يبقى مثلا حقق انجاز وتالق، ولكن العزيمه والاراده والتحدي اللي بتصنع كل لاعب. بنقول لكل محب وعشاق الرياضه اللي بيتابعونا دايما من خلال صفحتنا، صفحه ابطال الهوا على الفيسبوك، احنا في انتظار كل استفساراتكم وارائكم، ودايما بنلبي رغباتكم، وبنحاول دائما نجيب الحدث يوم بيوم وساعه بساعه، لان طبعا هدفنا هو القاء الضوء على كل الالعاب الفرديه والجماعيه اللي بتشرفنا في كل المحافل الرياضيه، وبتكون خير من يمثل المصريين في كل الاحداث الرياضيه. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا من برنامجكم ابطال على الهواء، على امل اللقاء بكم ولقاء جديد يجمعنا ويجمع كل ابطالنا في الالعاب الفرديه والجماعيه. نشكركم والى اللقاء. How dare you